هاد خونا اللي في التصويره سميتو عز الدين الصيبي، كتعرفوه؟ الغالبيه فيكم ما كتعرفوش وهذه حاجه عاديه، ولكن الغالبيه فيكم وخصوصا في الفئه ديال الشباب راه كيسمعوا الاذاعه المغربيه هيت راديو مره هادشي الا ما قلناش يوميا. واذا كنتو كتسمعوا لهاد الاذاعه هادي فراكم كتستافدوا من الخدمه ديال هاد السيد هذا واخا ما كتعرفوش. فهاد الفيديو هذا غادي نهضر لكم عليه وبالضبط على الخدمه ديالو، تبعوا معايا. في العالم ديال الراديو كاين واحد النوع ديال الاذاعات اللي كيتسمى الاذاعات الموسيقيه. هادو راديوات اللي القاعده ديال البرامج ديالهم هي الموسيقى، تقدر تلقى فيهم برامج وحوارات وكبسولات على شكل بودكاست قصير يا اما معلومات عامه ولا اخبار، ولكن الحيز الكبير من البرمجه ديالهم كتاخذوا الموسيقى. وعلى سبيل المثال كاين اذاعات عالميا معروفين في هذا النوع هذا بحال نايل اف ام، انرجي، فان راديو، والاذاعه المغربيه ديالنا هيت راديو. الاذاعات الاخرين كتكون فيهم الموسيقى، كيعمروا بهذوك الفواصل بين البرامج ولا كيعمروا بهذاك الوقت اللي ما كتكون فيه لا برنامج لا والو. ولكن الا سمعتي لهاد الاذاعات هادو في الوقيته ديال الموسيقى ومشيتي سمعتي لواحد الاذاعه اخرى اللي متخصصه غير في الموسيقى، فراه دغيا غادي يبان لك الفرق. واخا يكونوا مدوزين نفس الاغاني واخا تكون شي واحد اللي ماشي مهتم بالموسيقى وبالمجال ديال الاغاني. فكيفاش البلان واشنو اللي كيخلي الفرق ما بين هاد جوج الانواع ديال الراديوات؟ في المهن ديال الاذاعه من غير المهن اللي معروفه بحال مقدم اخبار ولا صحفي ولا مقدم برامج، كاينين المهن اللي كيخدموا في الظل اولا في الخفاء، ويقدر الانسان يدوز الكارير ديالو كامله في واحد الاذاعه ويستافدوا الناس من الخدمه ديالو ويمكن ما يعرفوش كاع. وبحال هاد المهن هادو كاين المخرج والمهندس ديال الصوت، هادو كاينين تقريبا في جميع الاذاعات. ولكن اللي زايد شويه في الاذاعات الموسيقيه هو واحد المهنه اللي كتسمى المبرمج الموسيقي. وهذا السيد هذا اللي وريتكم في البدايه ديال الفيديو عز الدين الصيبي ولا دي جي بايزيد راه جامعهم ثلاثه بالاضافه لحويجات اخرين اللي عندهم علاقه بالمجال ديال الموسيقى والراديو. كيفاش البلان ديال مهنه مبرمج موسيقي في الراديو؟ هذا كيكون غالبا عنده واحد الخلفيه ديال الانتاج الموسيقي، ماشي الانتاج اللي عنده علاقه بالفلوس ولكن الانتاج اللي عنده علاقه بالابداع وصناعه الموسيقى، وكيكون كيفهم حتى في الدي جي. الخدمه ديال هاد خونا هو يخليك تسمع الاذاعه اللي كدوز غير الموسيقى اطول مده ممكنه بلا ما يجيك الملل او تقلب لشي اذاعه اخرى، وهذه ماشي مهمه سهله. تقدر تاخذ نفس ديالك اللي كيدوزو في الراديو ديرهم عندك في يو اس بي ولا في شي بلاي ليست في التليفون وتبقى تسمع لهم بالنظام عشوائي، ولكن كون على يقين ما غاديش يبقاو عاجبينك من بعد واحد المده. وهنا فين كتجي الاهميه ديال مبرمج موسيقي في الراديو. نفس الاغنيه غادي تدوز وغادي تعاود، ولكن ما غاديش تسمعها بنفس الطريقه كل مره غادي تسمع غير الديسك، مره غادي تسمع الصوت ديال المراه كيقدم لك هذاك الديسك، مره غادي تسمع الصوت ديال الراجل كيقدم لك هذيك الاغنيه. بعض المرات كيكون مثلا المغني مخرج شي ديسك جديد فكيقدموا لك مقاطع من الاغاني القديمه اللي مشهوره ديالو اللي عارفهم انت، عاد كتسمع هذاك الديسك جديد باش كتزيد تبقى تصنت. مره اخرى كتسمع هذاك المغني دير واحد التسجيل خاص لهذيك الاذاعه، حصري لهذيك الاذاعه كيقدم فيه الديسك الجديد ديالو. وزيد من الطرق اللي كتخليك كل مره تعاود تكتشف نفس الاغنيه ولكن بطريقه مختلفه. زيد على هذا الشيء الموسيقى اللي غادي تسمع في الصباح ماشي هي اللي غادي تسمع في الليل او في وسط النهار، والموسيقى اللي غادي تسمع نهار الجمعه او في الويكاند ماشي هي الموسيقى اللي غادي تسمع نهار الاثنين او نهار الثلاث. يمكن يكونوا نفس الدياسك كيتعاودوا ولكن ماشي بنفس الطريقه. والواعر في هذه الخدمه هذه ديال المبرمج الموسيقي هو انها كدار بطريقه يدويه وكتغير بطريقه شبه يوميه. هذا الشيء اذا ما جات شي حاجه طارئه او غيرت البروغرام كامل. العالم ديال الموسيقى ديما فيه الجديد، الشيء اللي كيخلي هذه الخدمه هذه كتغير ديما، والحاجه اللي خدمتيها اليوم ما كتعاودش تخدمها غدا. قبل ما نصايب هذا الفيديو كنت هضرت مع عز الدين الصيبي ولا دي جي بايزيد باش نتشاور معاه وناخذ معاه شي معلومات، وقال لي واحد الهضره زوينه اللي كتلخص هذا الشيء وكتشرح مزيان الخدمه ديال المبرمج الموسيقي. فاش كتكون عندك واحد المهنه اللي كتقدم فيها واحد الخدمه للناس وما كتسناش من عندهم انهم يجوا يشكروك نيشان لانهم اصلا ما كيعرفوكش انت هو مول هذاك السيرفيس، فراه الماكسيموم ديال الحب ديال المهنه هو اللي كيخليك تخدم كل نهار بلا ما يجيك العيا. لانه قبل ما يسمعوا الخدمه ديالك اكثر من 3 ديال المليون ديال الناس على اذاعه هيت راديو، انت قبل ما هذا الشيء كامل راك مستمتع بداك الشيء اللي كدير. الى جانب الخدمه ديالو كمبرمج موسيقي ومخرج ومهندس ديال الصوت ومسؤول على البث في اذاعه هيت راديو، عز الدين الصيبي ولا دي جي بايزيد راه دي جي وكيصايب الموسيقى، وهو مول الديسك ديال فرحانه مع سحر الصديقي والروميكس ديال الشيب ديال فناير، وهو اللي كيصايب كاع دوك الاعلانات الموسيقيه اللي كتسمعوا لهم في اذاعه هيت راديو.